السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا هعلمك ازاي ترفع الفيديو على اليوتيوب بالطريقة الصحيحة وما تعملش غلط في الفيديوهات وانت بترفعها. اول حاجة هنعمل انشاء تحميل الفيديو زي ما انتم شايفين. الفيديو عندي اهو. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو يا جماعة، الفيديو بيتحمل. هنلغي ديت كده اهوت اهو. طريقة عمل فيديو إعادة النقل 2026. ناخدها كده اهو كده اهو كوبي يا جماعة. نخش هنا على شات جي بي تي. تمام هنقول له عايزين عنوان غير ده يكون عليه بحث يوتيوب زائد سيو شديد زي ما انتوا شايفين. تمام عنوان غير ده اهو، فيديو اعادة النظر. هناخد الفيديو ده كده من غير ما نشوف. بص انت تنقي احسن حاجة في دول كده، هتجيب يعني انت تقراهم هتشوف احسن حاجة ليك انت هتوافق عليها وهتاخدها تقوم رافعها على الفيديو زي ما انت شايف كده. هنلغي ده كله كده يا جماعة. ادينا برضو هنا حطيناها برضو، حطها هنا وهنا ماشي. وهنيجي نهوت نقول له عاوزين وصف للفيديو زائد كلمات مفتاحية زائد هاشتاج. هتدوس له انتر زي ما انتوا شايفين. في الفيديو ده هتتعلم افضل طريقة لعمل فيديو عادة. تمام الشرح زي ما انتوا شايفين. قوم واخد ده كده هو نزله هنا اهو يا جماعة. نزل معانا. تمام هندوس انتر. نيجي هنا اهوت نشوف الكلمات المفتاحية ما تزودش، يعني هما 5 6 كلمات مفتاحية حلوين. ما تحطش بقى 50 60. فاهم ازاي؟ وهندوس انتر تاني ننزل على هاشتاجات. بص هو هنا مديك كام هاشتاج؟ ادي 2 4 6 8 10. بص احنا هناخد اول 6 او 5 بص. ونقوم جايين حاطينهم من اهوت كده. تمام الفيديو بتاعنا. هنيجي عند الصورة المصغرة زي ما انتوا شايفين. هنعمل تحميل ملف. طبعا انت بتكون مظبط الصورة المصغرة بتاعتك اهي. طريقة عمل فيديو إعادة النقل ده أنا عاملها يا جماعة من برنامج كانفا. اللي عايز يعرف يعمل صورة زي دي إزاي هيخش هيلاقي في فيديو بيترفع دلوقتي أهو زي ما انتوا شايفين. ده عمل صورة مصغرة من برنامج كانفا. وهتنزل كده اهو هتقول له طبعا الفيديو مش مخصص للأطفال. هتنزل إن هو هيقول لك محتوى معادل. هل يطبق أي من العبارات التالية؟ هتقوله لأ. تمام هننزل طبعا هنا اهوت العلامات. لو انت مش ضايف علامات حاول تضيف. هنا اللغة العربية تاريخ النشر. هتيجي هنا الموقع. لو عايز تحط موقع ليك بتحط، ما تحطش خلاص براحتك. هنا طبعا بتتأكد ان دي التعليمية. لو حابب تظهر المعجبين بتوعك على الفيديو من بره بتدوس على دي. مش حابب برضو بتدوس عليها ايه الغاء. هتعمل التالي. هنا هو طبعا لو عايز تضيف ترجمة تمام، عايز تضيف شاشة نهائية برضو تمام زي ما انتم شايفين. هندوس حقوق الطبع والنشر. طبعا هو كده عمل رياكت على الفيديو بتاعي عشان يشوف في حقوق طبع ونشر ولا لا. هعمل بعد كده التالي. هنا يا جماعة انا ما اعملهوش خاص ولا اعمله علني. زي ما انتم شايفين انا هعمله غير مدرك. ليه؟ انا هسيبه ساعة او ساعتين. اليوتيوب هنا بيشوف الفيديو وبيعيده لنفسه. فاهمين ازاي يا جماعة؟ وبعد كده بيوديه للناس اللي هي بتاعت التعليمي. يعني الفيديو دوت لو رفعته على طول هيتعمل بشكل عشوائي ومش هيجيب معاك حاجة. يعني واحد بيتفرج على الكورة هيلاقي الفيديو بتاعك. طب هو مش ما بيعملش بيه حاجة. واحدة بتعمل طبخ مش تعمل بيها حاجة زي ما انتوا شايفين. دي قناة تعليم فانت بتعمل حفظ. هنا الفيديو بتاعك بيكون نزل اهو زي ما انتوا شايفين. هنعمل اهو الفيديو نزل يا جماعة بس غير مدرج. هو دلوقتي كده اليوتيوب بيحاول يعين الفيديو بتاعك بيتكلم عن ايه، الصوت حلو ولا لا، الصورة مصغرة زي ما انتوا شايفين يا جماعة. الصورة المصغرة أهم من الفيديو كله. بص لو عايزين تعملوا صورة مصغرة فيديو عندكم اهوت خش اتعلم. معلش كنت ساعتها من غير مايك فهتلاقي فيه نوش شوية بس عادي.
خش كده على الفيديو زي ما انتوا شايفين هتلاقوه طريقة عمل تصميم صورة مصغرة. ماشي، انت كده رفعت الفيديو تمام، سيب الفيديو من ساعة لساعتين اليوتيوب يراجع الفيديو بتاعك، وبعد كده ارفعه وان شاء الله يجيب مشاهدات. وشكرا جدا. لو فهمت حاجة من اللي انا قلته وتمام خطوة بخطوة، ما تنساش تعمل الاشتراك وزر الجرس يا جماعة عشان كل جديد. أنا القناة دي لسه بادئ فيها يا دوبك، إحنا 16 مشترك. ما رفعتش، كانت بتتكلم عن حاجة تانية بس أنا عملت ديت للتعليم زي ما أنتوا شايفين. لسه يا دوبك أهو، يعني بنقول يا هادي. وأنا عندي خبرة يا جماعة من زمن الزمن، لأن أنا عندي هنا زي ما أنتوا شايفين ناس تانية بنجيب هنا هو صفحات تانية زي ما أنتوا شايفين، ونشتغل عليها ونظبط لها الإعدادات بتاعتها زي ما انتوا شايفين. أنا هنا كنت بعمل وصف يعني أنا عملت كذا حاجة للقناة دي. قالت لي أنا ما فيش مشاهدات عندي، فبدأت مشاهدات زي ما انتوا شايفين أهو. اللهم صل على النبي، 10,000 والدنيا شغالة. بس يا جماعة شكرا جدا.